العبوها الشبايا الصبايا. والله كيف لما عملت المظاهرة بتزعل؟ اقول لك جالس الصباح انا وشكيب ببوفيه الكره بلاش تحت قصر حمير الصباح الساعه 7 واحنا نشوف الجماعه يتكوروا للرصيف. شفت سوق الخضار قالوا يتكوروا لنا كناس معهم لافتات نسمع الضجه ومعهم ميكروفونات معهم هذا. بعدين اقول له شكيب ما معهم هذين يقول كنا مظاهره مدرين معهم. افتك اصطلح بسرعه سريع ايوه سريع علشان نصرحنا الظاهر معهم ما حد دارين علامه الظاهر. كملنا سريع الصبح هذا وقفزنا بينهم ونقول مرفوض احنا نقول مرفوض بعدهم ويلا وتجمعوا لك الناس واحنا بينهم. بعدها نقزع بينهم بالشارع مرفوض ولا احنا دارين ما الخبر. لما وصلنا عند شركه النفط نونك سأل فاضل شكي نقول له عاد ما هو اللي مرفوض قال لي والله ما لي علم. نقزع معهم مرفوض والله ما لحنا علم حرام ما لحنا علم. بعدين واحد لابس جاكيت ساعي كذا لابس زوج شكيب يقول له ما هو اللي مرفوض؟ قال له يا اخي عاقل السوق حق الخضر يشتوا يغيروه واحنا رافضين بس كل هذه قال ليه؟ قال كيف تشوفوا انتم؟ قلنا مرفوض والله قلنا لك قال تشوفوا انتم قلنا مرفوض. قال يلا مرفوض المهم عرفنا الحين قدام الظهر روحنا الله ما ودهم احنا ما نشدارين. والقصه الثانيه سمعتها قويري اقول لك كنا نشتغل وانا مختار علي عبده بالورشه وبعدها كان واحد زبون من حق الجبل معانا يصلح السياره دائما يصلح عندنا السياره زبون. المهم احنا هم اصحاب ساعه والله لا مره قال احنا يا جماعه اللي انتم عازم معي سابع. قلنا له خير ان شاء الله تحسب سابع احنا نحسب سابع. المهم قال معي سابع قلنا له تمام ولا يهمك. قال خلاص الغداء بالبيت والقت بالبيت. قلنا له لا هات اللي احنا حق البترول وهات حق القت. احنا نتبعك معنا سياره اللي حق الشنقلي سياره حق الشنقلي حق المقوي كان عندنا اتفاق تقيس عندنا من اسبوع السياره الحبه. قلنا له خلاص هات اللي احنا حق القت احنا خزلنا انفسنا وديتنا حق البترول رجال حريق عازم احنا قال احنا حق البترول وحق القت. قال خلاص انا يقدم انتم تتبعونا. قلنا له تمام عندنا قدام الظهر يقام مختار يوالف لك البانه البوكس والحناش والفكه والدمسميسات والشراني والمطارق والكل والريولات كلهم لقدام للقطام. والله شلينا احنا ما خزناه وطلعنا وصلنا عند السلام عليكم ما لكم تاخرنا. قلنا والله تاخرنا كمسافه في الطريق. قال لي تفضلوا غدا يلا. ما غسلنا تغدينا غدا لحم وقال لك اشتبحنا والرجال جنبين ذاك ومختار جنبين نقطع القطع من لما صارت العصر مختار يقول لي كنا يقول لي كل له اين السياره واقف؟ اين السابع سابع؟ اين السياره واقف؟ عشان احنا فكرنا السابع حق السياره. يقول له قل له السياره واقف. انا اقول له يا محمد يقول لي اقول له السياره حقك اين واقف؟ يقول خارج تحت الشجري. نقول له كيف شلت بيرنجات ولا شلت هذا ولا خلاص احنا قدينا بيرنجات. مختار قد بيرنجات في القطمه وهو يعلم علينا ما هو الخبر. خزنوا مش وقت. يقول خزنوا مش وقت. ولو داري من القصه ايوه لا قدام المغرب. قال لي مختار كيف المغرب عندهم كنت تخارج منه صلاه الفجر. اليوم قل له عمل طلع محمد اين السياره اللي نفك السابع؟ قال سابع ما قلنا له حق السيارات. قال الله يهديكم انا اقول لكم عزمتكم معي سابع معي مولود قال لي صبي. قل والله واحنا نطالع ونتنازل والبنات جنب مختار طالع البنات البنات البوكس بالنهايه يطلع لي احنا سابع حق صبي خلق صبي واحنا نحسب سابع حق السياره اللي نشيله. وقعنا نهام وبعدين حتى وقت الغداء مختار وقت الغداء يقلب لك الكيراد اللحم هكا يقلب هلا قدامي يقول لي كل عشان تنزل السابع بصدرك ما يحتاج شونش. احنا احسن ننزل السابع ما انا فوق اللحم قد عشان اشتد نعرق حالتنا حاله بالنهايه يطلع لي احنا صبي. كيف مختار قال لي انا جاري احرق للرجال اللي احنا حق القط وحق البترول. وانت مصابين السابع احنا مصابين فوق السابع حق السياره لانه ابى السياره لانه السياره اللي اقابه هو ما يشحقه حق واحد ثاني. احنا قلنا ما قال احنا قالوا سابع الا السياره حق ايوه سيارته معطل. الله اكبر. وثانيا لما انت لكم الفياس حق وانتم لم داري انه سابع لا احنا داري انه مولود مش نشوف انه بياس قوي عزم احنا قات غدا
قال لي احنا القات بالبيت وانا اقول ايش نشتري. ها يقول احنا نقاتل الغداء بالبيت واحنا نقول لا الحين نشتري من انفسنا هذا اللي حق البترول حق احنا الشباب يقسمون من حق العمل. الله. بالنهايه يطلع مع عصبه. كيف قال لي انا ما مش داري شو البنات شو البنات اقوم تحمل القطم ثنتين قطم الواحد هكا البنات البوكس والحناش والفكا والدمسميسات والشراني ما هو بقول يا سلام. والله قدام روحنا مغرب نحتاج كنا نفك السابع. الرجال معه سابع ولاده واحنا معانا سابع حق السيارة.